اهلا بكم مشاهدينا على الهوا مره تانية، والنهارده هنتكلم عن مبادره شباب بيحب الخير. هعرف حضراتكم بمجموعه من المبادره، وبعد كده اعرفكم بقى بالمبادره وبمشاريعهم وكل حاجه من خلال مبادره تطوعيه. هذه المبادره بيقدموا من خلالها ما يحتاجه الشعب المصري او ما يحتاجه الوطن. يمكن حاسس ان هو محتاجين كتير قوي، او الشعب المصري او فئه معينه او طبقه معينه محتاجه لتقديم الخير، فقرروا بتقديم مبادره شباب بيحب الخير بدات في مارس الماضي. شباب كتير جدا في مصر بيحبوا يعملوا خير، بيحبوا يعملوا مبادرات بتاعتهم في جمعيات كتيره قوي، بتبقى تطوع في مشاريع بدات في جامعه وبعد كده قلبت جمعيه خيريه على مستوى الجمهوريه. افكار كتيره قوي بتتعمل، ومعانا فكره من الافكار دي بداها شباب في كليه هندسه جامعه اسكندريه. ايه انت بتقول كده ليه؟ لسه محظوظين معانا النهارده في الاستوديو مصطفى طه ومحمود السيد، هم من مشروع سموا نفسهم شباب بيحب الخير، هو ده اسمهم. كلمة شباب بيحب الخير نفسيها دي شباب بيحب الخير بكل المعاني اللي فيه. الفكرة ان هو احنا بدأنا من بعد الثورة على طول، كنا بننزل في الثورة ونشارك فيها. لقينا بعد الثورة ان احنا كشباب مجموعة شباب عندنا طاقات كبيرة جدا، عايزين ننمي المجتمع اللي احنا فيه. شايفين اللي هو الكيرف كان نازل قبل الثورة، كان في فساد كبير جدا. عايزين احنا يكون لنا دور. فابتدينا ان احنا نفكر انا ومحمد اللي احنا عايزين نعمل حاجة بجد تخدم البلد ديت ويكون ليها تأثير في المجتمع وتأثير حقيقي كمان، ونقدر نجمع عليها الناس. ففكرت طب ليه ان احنا الفكره دي ما تنتشرش وتوصل مثلا في طب، يبقى في فريق مماثل بيكمل فريق شباب بيحب الخير. بس فبدأنا انا وزميلتي دينا، عملنا جروب على الفيسبوك وحاولنا نجمع الناس برضو عن طريقه. وهتطلعي من الجروب ده ولا كلكم هتنضموا بقى؟ يعني بدل ما يبقى هندسه بس هيبقى هندسه وطب هيبقى مثلا؟ هندسه وطب، وان شاء الله في محاولات تانية ان بقيه الكليات ان شاء الله تبقى معانا في المبادره ديت يعني باذن الله. يعني مجرد احنا شباب يعني من كليات شباب، بس احنا ولا تابعين مش تابعين لاي حاجه وكده، بس احنا حابين ان احنا يعني مع بعضنا ونفضل ونكبر كده مع بعض. يعني احنا ممكن نبقى مثلا جمعيه كبيره، نبقى يعني انتوا حاطين اساس من اول في دماغكم كده، انتوا ما حدش هيخش علينا، احنا مع بعضنا بس. مش هننضم لاي حاجه، لا احنا مع بعضنا هنوصل وهنكبر ونبقى حاجه كبيره باذن الله. كبر وشاخ قبل الأوان بأوان، وتجدد الفرح في طريقه وسكته، بس الأمل قواه وخلى شبابه بان، غلب الدموع والخوف بضحكه وبسمته. فريق ما يتهزش، مفيش شيء يكسره، بيعوض الحب اللي ممكن يخسره، وأهله لما يبقى واهن يتأثروا، ياخدوا ايديه ويعرفوله سكته. خير فينا وباين، بس لو بنقدره هنتحدى المكايد وبسهولة نكتره، ونسعد غيرنا صح وغيرنا لينا يشكره، ويثبت في الحياة كيانه بس بقدرته. بخاف جايز بخاف يتهز فيه شيء يقتله، والخير اللي مالي ضعف النفوس ده يقلله، لكن الناس اللي بتحبه تملي بيعقله ويرجعوا ليه كيانه وشكله وصيته وقوته. لو كان ملانا في وزة شيطان كان فعل جارح، بالحب وبالإيمان قادرين يا ناس نعفو ونسامح، ونبص لضي بكرة وننسى كل ظلام امبارح، ونعمر طيف جميل في الحلم باين خضرته. أنا مش قلقان وخايف لو دموعنا بيظهروا، الفجر في يوم وصوله بيبقى ضلمة في أوله، والضحكة لو بتعلى وصل الشدايد يعطلوا، والسعد لغيرنا منا باقي هدفه وخطته. الله على شباب بيحب الخير، وعمار يا بلدي.